يتم صبه في الكوباية بتاعتنا. وبألف هنا، أحلى كوباية باشن فروت، وبألف هنا عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. كنا عملنا كذا فيديو عن زراعة الباشن فروت وطرق التلقيح والاهتمام بيها والعناية بيها. النهاردة حصدنا الثمار بتاعتنا اهي بشكلها ما شاء الله، في أصناف كتير. وقررت إن شاء الله نعمل عصير مع بعض، عصير الباشن فروت. لأول مرة هنجربه ونعمله ونشوف ازاي عصير الباشن فروت بيتعمل. طبعا الثمار بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي، هنقطعها عصير الباشن فروت مميز عن اي عصير فاكهة استوائية. طبعا الباشن فروت يعني معظمنا يعرف الفوائد بتاعتها الكتير، فعشان كده يعني لو عصير طبعا هتبقى افيد وافيد وافيد. اول حاجة بنفتحها، القشرة بتاعتها بتكون سميكة شوية، وبناخد منها الجزء الداخلي. ممكن نضيف عليها سكر وممكن نسيبها كده عادي. بعد كده بعد ما قطعناها بناخد هنفضي بقى الجزء، او بناخد الجزء الداخلي ده وبنفضيه في طبق. طبعا طريقته سهلة جدا، مفيش اسهل من عصير الباشن فروت. المذاق بتاعه جيد، ممكن ناكلها كده وممكن نعمله عصير، كل واحد حسب ما هو حابب او حسب ما هو عايز. كده مميز وكده مميز. الفايدة بتاعته طبعا في كلتا الحالتين كويسة، في كمية مضادات أكسدة كبيرة. شجرة الباشن فروت شجرة دائمة الخضرة، بتتميز بأنها متسلقة، ممكن نعمل لها تكعيبة ما شاء الله. بتنتج كميات كبيرة، بتنتج مرتين في السنة لو في اهتمام وعناية بيها. ممكن نزرعها من البذر اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، الاسمر ده، بعد ما نجففه وناخده من الثمرة. ممكن نزرعه عن طريق العقل. زراعة البذور ما عدا في الصيف، في شهر 8. زراعة العقل في نهاية فصل الخريف، ومعاكم برضو في فصل الشتاء، الربيع، بداية الربيع. أنسب وقت لها طبعا هو فصل الربيع. بالنسبة للحي الأبيض ده
اللي انتوا شايفينه عادي، مفيهوش اي مشكلة. كده كده هنصفيها. ده شكل العصير معانا اهو، او الجزء الداخلي. بعد كده بنجيب الذرة الخلاط بتاعنا وبنفض فيه العصير بتاعنا، وطبعا بنضيف لها كمية المية المناسبة. وطبعا مع إضافة كمية السكر المناسبة حسب الاحتياج، ممكن نضيف وممكن منضيفش، أو كل واحد ديت حسب ما هو عايز. بعد كده بيتم تصفيته من البذور عشان ناخد عصير صافي بدون اي بذور. بعد كده بيتم صبه في الكوباية بتاعتنا، وبألف هنا. أحلى كوباية باشن فروت، وبألف هنا عليكم.